السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لايك وشير وسبسكرايب للقناة بتاعتنا وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. يلا نشوف الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل معاكم النهارده ان شاء الله البطاطس المقرمشه بتاعه المصانع بتاعه المطاعم. هتعجبكم جدا، لذيذه وحلوه. هنا جبت كيلو بطاطس. خلاص انا هعمل كل حاجه قدامكم اهو. البطاطس دي قشرتها وغسلتها حلو تمام، وبدات اشيل الحته اللي من فوق اللي هي الحته البيضاويه او الحته اللي هي مدوره دي. خلاص بدات كده اقطعها كده شرايح بالطول علشان الصوابع بتاعتي تبقى طويله، عشان تبقى الصبع بتاع البطاطس يبقى طويل. خلاص يا حبايبي كده زي ما حضراتكم شايفين بالظبط اهو كده. هنا كنت خلاص قطعتها كده بالطول، هبدأ كده اقطعها صوابع تمام، ولا هي رفيعة ولا هي تخينة تمام. هعملها لكم بطريقة بسيطة جدا ان شاء الله هتعجبكم. وهتجربوها وهتعتمدوها دايما عندكم، وقولوا لي برضو رأيكم في التعليقات. خلاص مش هتشرب زيت منكم خالص تمام، والزيت بتاعكم هيبقى برضو نضيف وحلو تمام، مش هيبقى فيه اي حاجة. دلوقتي انا معاكم واحدة واحدة اهو، بقطع الصوابع قدامكم علشان تشوفوا السمك بتاع البطاطس بتاعتنا اهي كده زي ما حضراتكم شايفين اهو. خلاص حبايب قلبي كده، انا كان الفيديو طويل شوية فانا سرعته شوية تمام. فكده احنا اهو. يا ريت يا جماعة بعد اذنكم فضلا وليس امرا لايك وشير وسبسكرايب للقناة بتاعتنا. يا ريت برضو تدعموني، واللي مش مشترك عندي يشترك. جزاكم الله كل خير. خلاص واي حاجة انتوا عايزينها اكتبوا لي في الكومنتات، وانا عيوني ليكم ان شاء الله تحت امركم. هتلاقوني اي حاجة انتوا عايزينها انا هعملها لكم. خلاص اهو كده يا حبايب قلبي. هنا كنت خلاص رحت غسلتها حلو طبعا من النشا. خلاص وبدأت هنا احط لها المية اهي، مية مغلية من الكتل او مية سخنة تمام كده، وهسيبها دقيقتين كده تمام. وهوريكم برضو عايزين تسيبوها برضو، يعني انتوا مش لازم تعملوها علشان حاجة، لا انتوا ممكن تعملوها وتسيبوها في اي وقت انتوا تعملوها. بصوا البطاطساية هنا، بصوا اللي هي دبلت معايا ولا هي استوت ولا هي ناشفة. خلاص هنا كنت خلاص كنت خدتها كده من المية ورحت بدأت كده ايه اشطفها تحت المية الساقعة حلو تمام كده. شلتها من المية السخنة بعد ما بردت شوية، صفيتها من المية السخنة وغسلتها تحت الحنفية حلو بمية جارية عادية باردة من الحنفية تمام. وبدأت كده بالمصفى كده اصفيها شوية، وابدأ احطها في كيس تلاجة او في اي كيس او في طبق في اي حاجة، بس الكيس هيكون اسهل عليك. خلاص بدأت كده احط لها السر بتاعنا اللي هيخليها مقرمشة معانا. حطيت لها معلقة نشا اهو، بدأت اعفر فيها كده واروح على الزيت بتاعي. طبعا الزيت لازم يكون سخن تمام، وزيت غزير تمام كده. هبدأ كده احط كده ايه، هنا كنت بشوف الزيت درجة حرارة الزيت سخن معايا ولا لا. خلاص يا حبايب قلبي كده ان شاء الله هتعجبكم. حلوة على فكرة، جنب المشويات حلوة قوي. جنب اي اكلة انتي بتحبيها، او لو على فكرة لو حشيتيها كمان في سندوتشات للاولاد او ليكي بيبقى طعمها جميل وحلوة ومسلية. حتى لو اكلتيها مع صوص جبنة كده ان شاء الله هبقى اعمل لكم صوص الجبنة. هنا كنت خلاص حطيتهم في الزيت خلاص اهو، بدأوا كده ايه يحمروا معايا اهو كده. بدأت اطلع معاكم اهو اهو يا حبايب قلبي اهو. هوريكم دلوقتي قرمشتها، وهوريكم هي بصوا طريه من جوه جدا ومقرمشه من بره، طعمها تحفه. بصوا النشا مش باين فيها خالص ولا شاربه زيت، والزيت بتاعنا نضيف وحلو تمام كده. ان شاء الله هتعجبكم اهو. هنا هبدأ احط الكميه بقيه الكميه بتاعتي اهو
على فكرة وهي كمان منجزة يعني، هي سريعة، ممكن تعمليها ما تاخدش معاكي 10 دقايق وتكوني خلصتيها. خلاص اهو كده، بصوا جميلة ازاي. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش في اللايك، لايك يا جماعة، اللايك اللايك. اللي ما عجبهوش برضو الفيديو، يا ريت برضو يعني يعبر عن الفيديو بتاعنا، تمام؟ يعني يشوف عجبه الفيديو يحط لنا اللايك. خلاص يا حبايب قلبي كده اهو. هنا كنت خلاص الكمية التانية برضو خلاص، كنت جبت المقصوصة كده وبطلع بيها اهو كده، زي ما حضراتكم شايفين اهو يا حبايب قلبي. ان شاء الله الفيديو بتاعنا يعجبكم وينول اعجابكم. بصوا انا معلش انا كتمت الصوت، بصوا هنا بس كانت مقرمشه وجميله جدا اهو، والله كانت تحفه، مقرمشه مقرمشه. هي باين حتى وانا بخبطها في الطبق كده، باين ان هي مقرمشه. خلاص جربوها ان شاء الله هتعجبكم، قولوا لي رايكم في التعليقات. واقول لكم يا حبايبي اشوفكم في فيديوهات جديده، انتظروني. يلا يا حبيبي اقول لكم سلام عليكم، مع السلامه، باي باي.